السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. القرص بتاعتنا النهاردة ريحتها جابت آخر الشارع، بجد طعمها تحفة وخفيفة جدا، يعني هننافس الأفران. بجد ريحتها حلوة وطعمها حلو كمان خفيفة. وعملنا منها تشكيلة حلوة، عملنا بالملبن وعملنا بالعجوة وعملنا منها منين وعملنا كمان كعب الغزال. بجد إن شاء الله هتجربوها وتنال إعجابكم، وكمان مقاديرها خفيفة وسهلة وبسيطة جدًا. وكمان ولادنا داخلين على الامتحانات، ربنا ييسّر لهم الحال، فنعملها كده نفطر بيها كل يوم جنب كوباية شاي بلبن أو كوباية شاي بس. بجد طعمها حلو وكمان بيكون فطار خفيف. بس قبل ما نبدأ في الفيديو، أتمنى تشتركوا في القناة، تضغطوا لايك للفيديو، تفعلوا جرس على الكل علشان يوصلكوا إشعار بكل وصفة أنزّلها. ويالّا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملناها إزاي النهارده. مبدئيًا كده أنا هاحضّر العجوة اللي أنا هاشتغل بيها. باوريكم بس العجوة إن إحنا لو أنتِ عايزة عندِك البلح ده وعايزة تخلّيها تكون طرية زي العجوة الجاهزة، هاقول لِك على التكاية اللي هتخلّيها تبقى زي الملبن معاكِ. ده البلح اللي أنا كنت خازناه معاكم في نهاية السنة اللي فاتت. كل سنة وأنتم طيبين. بافرّجه لكم، ده كان آخر كيس عندي، بسم الله ما شاء الله، معسّل وطري من أول كيس لآخر كيس. فإن شاء الله تبقى ترجعوا للطريقة في موسم البلح السنة دي إن شاء الله، تجيبوا وتخزّنوا. حلوة للعجوة وحلوة كمان كنا بنعمل منها قطايف في رمضان، كنا بنفطر عليها. هنا أنا شِلت منه النوى وفزّقته بقى بالشكل ده. عندي هنا زبدة هاحط عليه حوالي 3، 4 معالق كبار كده زبدة، وبعدين بقى بارفعه على النار وبافضل أهرس فيها. طبعًا العجوة دي لو أنتِ هرستِ فيها وسويتيها السوا العادي اللي إحنا بنستخدمها، لو ركنت الصينية بتلاقيها إيه، إن هي بتبقى ناشفة كده، ما بتبقاش طرية زي اللي أنتِ عايزاها بقى تحطيها للقرص. اللي هيخلّيها لِك طرية بقى، إحنا بعد ما وصلنا للمرحلة دي بقى خلاص هي استوت، باجيب هنا حوالي 3 معالق مَيّة سخنة أو ربع كوباية، طبعًا حسب كمية البلح اللي أنتِ حاطاها هتزيدي مَيّة. وهانزل بقى بيها على البلح بالشكل ده، وهافضل أهرِّس بقى لحد لمّا المَيّة بتاعتي تنشف وتختفي، وكده العجوة بتاعتي بتبقى طرية وتبقى زي الجاهزة وتتفرد معاكِ في أي معجنات، ما بتنشفش في قلبها ولا أي حاجة. ده بالنسبة للبلح اللي إحنا بنكون خازنينه في البيت أو اللي أنتِ بتشتريه مخزون جاهز. لحد لمّا المَيّة تنشف منها تبقى بالشكل ده. فالتكاية بتاعة المَيّة بتبقى حلوة، وممكن تضيفي كمان قرفة ليها. هنيجي بقى بعد كده باجيب بقى برطمان كبير كده أو كوباية كبيرة عندِك، باحط هنا كوباية لبن، الكوباية دي حوالي 200 مِلّي، وهاحط عليها هنا معلقتين كبار خميرة. إحنا عندنا هنا الخميرة بتتباع بالشكل ده، لو أنتِ عندِك اللي هو الباكيت هتحطي 2 باكيت، لو عندِك كمان الخميرة العجين هتحطي حوالي مقدار علبة الكبريت الصغيرة كده مكعبين كبار، تمام كده. وهاحط عليهم معلقتين كبار سكر، وهادوب بقى اللبن بالخميرة بالسكر بالشكل ده، وهاركنها بقى على جنب تتفاعل وتاخد وقتها. نعملها بقى قبل ما نجهّز بقية الحاجات. هنيجي هنا برضه التكاية بتفرق معايا في طعم وريحة القرص. عندي هنا معلقة ينسون ومعلقة شمر، بارفعهم بقى على النار، باحمّصهم تحميصة كده من غير زيت ومن غير أي حاجة، يا دوب باحمّصهم بس كده على ما الريحة ما بتظهر. وبعدين باخدهم باطحنهم في الخلاط أو في الكبة بتاعة الخلاط، تمام كده. هنا بقى هاطحنهم ناعم علشان لو أنتِ حطيتيهم سليم كده اللي بييجي ياكل قرصة هيلاحظها وهتضايقه في الأكل، فيُفضّل إن إحنا نطحنهم. كده طحنا بقى هنجهّز بقى السمنة بتاعتنا. أنا هاعمل هنا 2 كيلو، هاحط هنا كوبايتين سمنة، الكوباية دي معيارها 200 مِلّي. طبعًا أنا هنا كان عندي سمنة سايحة واتجمدت وسيّحت عليها سمن تاني، وينفع كمان إن أنتِ تعمليها بسمنة علب لو متوفرة عندِك. أنا هنا دي زبدة وكنت مسيّحاها، حطيت كوبايتين سمنة وكوباية زيت، تمام كده. هارفعهم بقى على النار وأهدّي عليهم النار. أنا يا دوب مش عايزاهم يغلوا، أنا عايزاهم يدخلوا في مرحلة إن هُم يكونوا سخنين على ما نجهّز الدقيق. عندي هنا 2 كيلو دقيق هانخلهم كده الأول. يُفضّل أي دقيق تشتريه من برّه تنخليه الأول. أنا هنا مستخدمة دقيق سايب عادي خالص من عند العطار، أو أي نوع دقيق أنتم بتفضّلوه استخدموه ما فيش أي مشكلة. بانخل كده الدقيق الأول. ممكن بقى تنقصي المقدار، أنا هنا عاملة 2 كيلو، على ال2 كيلو بقى هاحط هنا حوالي 8 معالق سكر. هي الحقيقة يعني وصلت إن أنا حطيت 10 معالق، فطبعًا ممكن تحطي 3 لو أنتِ مش عايزاها مسكرة، ممكن تحطي 2 للكيلو. فأنا هنا حطيت قعدت
اعد تماني والاخر تبقى ما بدهاش، رحت كبه كده من الكيس على طول عشان انا عندي الولاد بيحبوها مسكره شويه. واحط 3 معالق كبار سمسم محمصين، وهحط هنا باكو كيك شيف او بيكنج باودر المتوفر، انا كان متوفر ده عندي، فالمتوفر ليكي يا اما ظرف بيكنج باودر او ظرف كيك شيف. وهحط هنا نص معلقه صغيره ملح، وهحط هنا الشمر واليانسون اللي احنا طحناهم في الكبة، هحط المعلقتين كلهم تمام كده. هقلب بقى كل المكونات الجافة هنا مع بعضها الأول. وهنا بقى السمنة بتاعتي أنا كنت مهدية عليها النار يا دوب إن هي كانت داخلة في السخونية كده. أنا قلبت الدقيق وكل المكونات الجافة مع بعضيها، هنزل هنا بقى بالسمنة بتاعتي، وزي ما قلت لكم إن هي يا دوب كانت داخلة إن هي تسخن، أنا مش عايزة أقدحها ولا أي حاجة تمام كده. هنزل بقى بيها على 2 كيلو سمنة، يبقى على 2 كيلو دقيق يبقى أنا حطيت كوبايتين زبدة وكوباية زيت بالشكل ده. هنا طبعا هي لسه دافية في ايدي، بس يعني احنا انا متحملاها، هبدأ ان انا اقلب بقى وابس. هنا بقى المرحلة دي مهمة، ان انت تبسي الدقيق كده مع الزبدة، بتديكي نتيجة حلوة. وبجد هنا احنا هنبس لحد ما هوريك المرحلة اللي احنا هنوصل بيها، هي مش هتبقى طرية عن كده عشان احنا مش مكترين كمية السمنة. هنا احنا هنفضل نبس فيها لحد لما تتغلف وتصبح معانا بقى بالشكل ده. يا دوب ان انت بس تلمي العجينه في ايدك كده بتنطبق معاكي وبتكون عجينه بالشكل ده. وهنا بقى الخميره بتاعتي اتفعلت وبقت حلوه بالشكل ده. هحطها بقى، وهحط هنا كوبايه لبن، وهحط هنا نص كوبايه كمان. انا هنا بنزل باللبن تدريجيا، ما بنزلش بيه دفعه واحده. يعني انت ممكن دقيق ياخد منك حوالي كوبايتين على كوبايه الخميره اللي احنا حطيناها، وفي دقيق ممكن ياخد منك حوالي 4 كوبايات تمام كده. انا هنا ال2 كيلو اخدوا معايا كيلو لبن بالظبط. يعني ال2 كيلو دقيق اخدوا مني كيلو لبن، حطيت كوباية في الخميرة، وبقيت الكيلو بقيت بنزل بيه دفعة على دفعات بالشكل ده، وابدأ ان انا اعجن. هنا بقى كان خلاص اخر حاجة حطيتها من اللبن. هفضل بقى لسه في تاني هفضل بقى ان انا اتوه هنا اللبن، اتوه يعني انا افضل اعجن فيها لحد لما اللبن يختفي والعجينة بتاعتي تبقى طرية ما شاء الله. وهتبقى هوريكي شكلها دلوقتي لحد لما العجينة بتاعتك تلم. ممكن تعجني هنا بلبن رايب، تجيبي اللبن وتروبيه، بس هي برضو كانت طرية وحلوة باللبن الحليب بس اللي احنا اضفنا ليها. يعني مش شرط ان انت تعملي بلبن رايب، اللبن الرايب برضو بيطعم القرص وبيخليها طعمها حلو ريحتها حلوة لحد بقى ما وصلت معانا بالقوام ده والعجينة بتاعتها طرية. هغطيها هنا بقى واسيبها على الرخامة نص ساعة. هنا بقى شايفين العجينة بتاعتي بعد نص ساعة بسم الله ما شاء الله ضاعف حجمها، وشايفين العجينة طرية زي الملبن ويعني فيها ايه توريقة كده حلوة. هجهز هنا بقى عندي ملبن، وعندي هنا العجوة اللي احنا جهزناها. هبدأ بقى ان انا اخد بقى قطع عشوائية كده، مش شرط بقى ان انت تكوري ولا اي حاجة، واحط في قلبها قطعة البلح بقى بالشكل ده. وهنبدأ ان احنا نكورها بس كده الاول، ونركنها بقى في الصواني افضل ليكي عشان لما تيجي انت تبططيها تتبطط معاكي بكل سهولة. هكور بقى وهشكل بقى كله بنفس الشكل، وكمان الملبن هعملها برضو بنفس الشكل. والملبن انا هنا محطتلوش زبدة ولا عجنته ولا اي حاجة، احنا هنشتغل بيه كده على طول. انا شارياه كده من عند العطار. هنبدأ ان احنا نشكلها بقى بالشكل ده، يا دوب ان انت تلمي وتقفلي علشان الملبن ما يخرجش ويسيح منك في الصينية. هكورها بقى بالشكل ده. وطبعا حجم القرصة هنا ده براحتك، ممكن تكبري عن كده ممكن تصغري، بس كل لما كانت اللقمة صغيرة كل لما كانت تستوي معاكي سوا حلو. وكمان بالنسبة للأطفال اللي ياخد قرصة يقدر ان هو يخلصها بدل الحجم الكبير. هنا بعد ما خلصت كل كمية القرص بقى تشكيل وكورتهم بقى بالشكل ده، باخدها بقى كده على الرخامة وببطن ايدي كده، وببدأ ان انا ابطها بتتبط معايا بكل سهولة. بجد عجينتها طرية زي الملبن بالظبط، يعني او زي السكينة في الحلاوة زي ما بيقولوا. ما بتتعبكيش في التبططة ببطن ايدك كده وهتبططي، وتقدري تعجني العجينة في العجان لو متوفر عندك. وبالنسبة للتشكيل بتتبطط معانا بكل سهولة. باخدها كده على الرخامة. طبعا اهم حاجة ان انت تشكليها كلها الاول بالملبن او تكوريها كلها كده الاول، وبعدين بقى ايه بنبدأ ان احنا نفردها. مش بكور وبطط على طول، لا انت تركنيها برضو على ما بتخلصي الرصة دي، بتفرق معاكي ان هي بتتفرد تحت ايدك بكل سهولة كده. انا بقى خلاص فردتهم
باجيب بقى أنا باعمل لها شقة كده من فوق عشان تبقى زي بتاعة الأفران، مسكتي للسكينة هنا كده غلط بتخلّي لِك العجينة تتجرّح، فيفضّل إن أنتِ تمسكي السكينة زي ما أنا مسكتها كده دلوقتي، هتدّيكِ التشريطة الحلوة للقرص وكمان ما تخلّيش العجينة تكرمش منِّك وأنتِ بتشقّقيها. أنا شقّقت كده اللي بالملبن، دي اللي بالعجوة وكذلك اللي بالملبن. بالشكل ده، عملنا جزء بملبن وجزء بعجوة، بقية العجينة بقى باجيب حتة كده بارُلّها وبابدأ إن أنا أبطّطها بقى تبطيطة بسيطة كده برضه، وبابدأ إن أنا أقطّعها بالسكينة، وبكده يكون عملنا شوية منين حلوين للأطفال يفرحوا بيهم، إن الحاجات دي بتبقى موجودة في المخابز والولاد بيعجبهم الشكل والحاجة بتاع برّه، باقطّعها بقى يا دوب حوالي كل واحدة عُقلة صباع أو صبع ونُص كده بالشكل ده. وكده أنا خلاص عملت صينية كبيرة من المنين، هاجيب بقى هنا حتة باقية من العجوة بابدأ باحطها في قلب كيس وأبدأ أفردها لحد لمّا تبقى رقيقة خالص، بالفرادة كده بكل سهولة، طبعًا العجينة العجوة بتاعتنا طرية ما شاء الله، فبتتفرد معايا وسهلة ومرنة وكل حاجة. هاجيب برضه بقى هنا حتة عجينة كمان، بسم الله ما شاء الله العجينة رمت معانا يعني وعملت كمية حلوة. هافضل بقى أفردها لحد لمّا أخلّيها سمكها رقيق خالص، هافضل أفرد بقى بالفرادة، وهنا دي هنعملها كعب الغزال، فإن شاء الله طريقة سهلة وبجد إن شاء الله جرّبوا القرص بالطريقة دي ريحتها كانت جميلة وقلبة البيت، باجيب بقى باشيلها بقى العجوة بالكيس كده بكل سهولة، وباحطها بالكيس وبابدأ أفرد من فوق الكيس كده وأسويها على العجينة أو أرقّها كمان مرّة على العجينة، وباشيل الكيس بكل سهولة بالشكل ده، وهنا العجوة بتاعتنا ممكن تطعّميها، في ناس بتحب تحط لها قرفة إحنا بنعملها عجوة على النار، وممكن تحطي لها كمان سمسم، هنا كل حاجة هنا براحتك. هنا رلّيتها كده أو عملتها رول حوالين العجوة، وبرضه القطعة التانية دي هارُلّها هاحط لها عجوة برضه هاركنها، بعد ما بابرمها كده بقى وبارُلّها بابدأ إن أنا أقرص عليها كده بإيدي من تحت وباقفّلها، وعندي هنا السمسم محمّص جاهز، هاحطه بقى كده على الرخامة وبابدأ أشيل العجينة بتاعتي وأحطها على الرخامة بيلزق فيها بكل سهولة، مش محتاج إن إحنا نغمرها بمَيّة أو نبلّها بمَيّة أو نحط لها لبن أو أي حاجة، هو بيلزق فيها ولو حبّة بسيطة نزلت منّه ما فيش أي مشكلة يعني. كده أنا غلفتها بقى كلّها بالسمسم، هابدأ إن أنا أقطّعها، من الحاجات برضه هنا اللي هتضايقِك إن أنتِ هنا جيت أقطّع بالسكينة التقطيع ما كانش الشكل طالع حلو كده ومضبوط، فيعني السكينة ما بتنزلش عشان برضه العجينة طرية وفي قلبها عجوة طرية، فيُفضّل هنا بقى عندي هنا القطّاعة بتاعة المخلل دي تنزلي بقى بيها كده بتنزل لِك على العجينة وبتقطعها مرّة واحدة. برضه عملنا كمية حلوة من كعب الغزال، شايفين التوريقة بقى لفة عجين مع لفة عجوة، بجد ما شاء الله طعمها حلو جدًا وشكلها حلو وعجبت الأولاد عندي، بقية الكمية برضه هابدأ إن أنا أرُلّها، ممكن تعملي من غير عجوة برضه كده، بس تغلّفيها برضه بالسمسم. يعني هنا التشكيل براحتك، يعني هم 2 كيلو بس بسم الله ما شاء الله عملنا منهم تشكيلة حلوة، كده بقى بعد ما خلاص خلّصت كل الكمية تقطيع وتشكيل بقى بالشكل ده، باحط بقى الصواني فوق بعضيها كده وآخر صينية هي اللي باغطّيها بكيس وباغطّيها بفوطة، وباسيبها بقى ربع ساعة بس بعد ما خلّصت تقطيع، تمام كده، يعني إحنا عشان مدة ما أنتِ ما بتبطّطي بعد ما خلّصتيها بقى كده بالتبطيط وركنتيها بقى بالشكل ده باسيبها تريّح ربع ساعة بس، هنا بقى خمرت معايا وبالشكل ده عشان لو سِبتيها زيادة عن كده هتخمر منِّك زيادة عن اللازم وهتبقى مفشفشة كده وهتدّيكِ يبقى فيها ريحة الخُمر. باسخّن بقى الفرن بتاعي على درجة حرارة 180 باحطه في الرف اللي في النُص وباكون مولّعة من تحت ومن فوق مهدية النار خالص، مهدية الشواية شمعة، بتاخد معايا من 15 ل17 دقيقة، وطبعًا باداير الصينية علشان تطلع معاكِ محنية وتطلع كلّها من فوق ومن تحت لون دهبي حلو بالشكل ده، وطبعًا أنا باولّع الاتنين مع بعض عشان تدّيكِ النتيجة حلوة والقرص ما تطوّلش معاكِ في الفرن، وكمان لو أنتِ ولّعتِ من تحت بس واستنيتِ بقى إن هي تحمر من فوق، هتكون القرص احمرت من تحت زيادة عن اللازم، فباولّع فوق وتحت، وفوق باكون مهدياه خالص، وكده القرص بتاعتنا بسم الله ما شاء الله كمية حلوة،
وكمان احنا يعني كان 3/4 القرص، يعني اكتر من دول كمان، احنا يعني نص دول كده كمان كلناهم. جالنا ضيوف وقت ما انا كنت خلاص هسويها، فسبحان الله زي ما بنقول هنا بالمصري، كل لقمة وبتنادي اكلها. احنا يا دوب ان احنا كنا هنسويها وهم جو. فطبعا انا بنصحكم ان اي مثلا حد يجي نقدم اللي موجود عندنا، خيركم من جاد بما عنده. ما نستبخلش وما نركنش ونقول لا ده على قدنا ومش على قدنا، ده ربنا بيبارك وربنا بيزيد. فان شاء الله كانت قرص جميلة واكلوها وعجبتهم، قالوا بجد طعمها خفيف جدا وحلوة، يعني ما يتشبعش من اكلها. احنا كنا منها كمية احنا والاولاد وهم صراحة يعني. فان شاء الله اتمنى تجربوها وتنال اعجابكم، واتمنى تشتركوا في القناة تكبر بيكم، فعلوا الجرس على الكل علشان يوصلكوا اشعار بكل وصفة انا هنزلها. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.